الجدع ده كان هيتسبب لنا في فضيحة أكبر من فضيحة صفر المونديال، طبعًا مش عارفين أوي فضيحة صفر المونديال دي، يالّا بس الحمد لله الفضيحة اتلمِّت يعني. أحكي لك من الأول، صديقي المقرب ده كان مُبدع، في الجامعة هو اللي فكّر في سفرية إسكندرية، وهو اللي فكّر في سفرية القاهرة، وهو اللي فكّر في الحاجات دي كلّها، هو كمان اللي فكّر في الفطار المجمّع في الجامعة. طَب هنجيب الأكل منين؟ صديقنا التاني قال: "لأ، نشتري أكل إيه؟" قُلت له: "طيب أُمّال يعني عايزنا نعمل إيه؟" قال: "مش في مطبخ في الكلية؟" يبقى نتفق مع الطباخ نطبخ في الكلية، حلو، اتفقنا مع الطباخ، حددنا الميعاد، اتفقنا مع الدكتور اللي هيحضر، كله بقى مضبوط، بس الحقيقة لأ، الطباخ ضرب لنا اليوم، ما جاش، يعني هنأكل الناس هوا والّا إيه؟ روح يا علي شوفه، خدت عنوانه من الكلية وقعدت أدوّر لحد ما وصلت له، كان مسافر مع عيلته. طب وبعدين؟ دخلنا الأمين عام الكلية، الراجل كان ذوق جدًا، ادالنا مفتاح المطبخ وقال لنا إنه هيتصرف مع الطباخ لمّا ييجي، طيب ماشي. دخلنا نجهّز الحاجة اللي معانا، البوتاجازات مش هتسعف والفرن مش هيلحق يسوي الفراخ، فشوف لنا يا لولو نعمل إيه، طبعًا لولو ده اللي هو أنا، نزلت جري أدوّر وأنا مش عارف بادوّر على إيه أصلًا، لقيت في وشي زميلة لينا بس كلامنا قليل يعني ما كانش بيني وبينها كلام كتير، بس الموقف كان بيستدعي إن أنا ألجأ لها، قُلت لها الحقيني مش عارفين نعمل إيه، قالت لي ماشي، هات لي البامية والبطاطس وبيتنا قريب وهاتصرّف، حلو، خلصنا من البامية والبطاطس. خلّي بالك العدد كان قريب من 150 يعني عدد كبير جدًا. ماشي، خلّصنا من البامية والبطاطس، لسه إيه بقى، أيوه، الفراخ. لأ دي حكاية لوحدها بقى.